إجرائه عشية اليوم الحصة التدريبية الثانية. يذكر أن مدرب المنتخب الجزائري وحيد حليلوزيتش وجه الدعوة ل 26 لاعبا تحسبا للمباراة التي تجمع الخضر ببوركينا فاسو يوم السبت المقبل لحساب ذهاب الدور الفاصل من تصفية كأس العالم 2014. وسجلت القائمة غياب كل من إسحاق بالفضيل ورفيق جبور. بالمقابل عرفت عودة فوزي غلام وفؤاد غدير الغائبان عن مباراة مالي مثل أمين عودية الذي يتألق حاليا مع ناديه الألماني. التشكيلة كانت حاضرة اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى، والمهاجم هلال العربي السوداني كان آخر الوافدين وتحدث في ميكروفون وسيلة بعدش. المباراة دي تاع بوركينا فاسو هذه تأهل تاع المونديال، هذه مباراة كما يقول لك سبيسيال. عندنا مباراة اثنين، مباراة مع بوركينا فاسو، عندنا مباراة في البوركينا ان شاء الله نكون حضروا كما ينبغي ونوجدوا لها تحضير جيد ان شاء الله. هنايا الظروف كما يقول كما تشوفي الظروف هنا مواتيه بنحضروا مقبل هنا الى المركز تاع سيدي موسى يعني كل ظروف يعني موجوده. حاجه باينه دوك، عندنا كل حاجه عندنا هنايا وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.